يوم جميل عليكم، أو بالمصري القديم هيرو نفر عليكم. وحكايتنا النهاردة مختلفة عن CIA مصر القديمة. مش كل الحروب بتعتمد على قوة الجيوش، في قوة تانية مستخبية وساعات بتكون أخطر: المعلومة. وجمع المعلومات ليها رجالتها. الاستخبارات عموما مش حاجة جديدة ولا بنت امبارح، ده سلاح اتولد مع الحضارات في بداية نشأتها. وعندنا في مصر القديمة أقدم سجلات أمنية مكتوبة في العالم، برديات سمنة. وسمنة ده اسم حصن في جنوب مصر. وعشان موضوع الحلقة مهم، كنت محتار بصراحة أبدأ منين. يعني أحكي قصة اكتشاف البرديات، ولا أتكلم عن إيه اللي مكتوب فيها، ولا أقول لكم مثلا نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. من حوالي 3900 سنة ابتدى ملوك مصر في الأسرة ال 12 يبنوا أكتر من حصن على الحدود الجنوبية، وده كان لكذا سبب: صد أي خطر جاي من الجنوب، سواء من قبائل نوبية أو ممالك زي كرما وكوش، ودول من أقدم الحضارات في النوبة والسودان. وكمان حماية طرق التجارة البرية والبحرية اللي كانت مليانة ثروات. والحصون اللي اتبنت كانت عيون مصر في الجنوب، خط دفاع أول، مراكز مراقبة وتجميع معلومات. وفي سنة 1896 تم اكتشاف برديات بترجع لعهد الملك ابن محات الثالث، ودي كانت مكتوبة على شكل تقارير أمنية سرية، كانت بتتبعت للعاصمة من حصن سمنة في جنوب مصر، واخدة شكل ثابت ونموذج موحد للتقارير الأمنية. وكل بردية كانت بتبدأ بالتاريخ، السنة والشهر واليوم، بعدين الوقت صبح ولا ليل، بعدين المعلومة. ومحتوى البرديات بيورينا إن كان في رصد لكل التحركات على الحدود، مين داخل مين خارج، تسجيل كل عمليات التجارة اللي بتتم، القبض على أي حد مشتبه فيه والتحقيق معاه. من الآخر كل صغيرة وكبيرة كانت بتتسجل. وفي نهاية كل بردية لازم يتكتب إن الأمن مستتب والوضع مستقر، بجملة واحدة بس: كل أمور الملك سليمة وآمنة. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ التقارير دي والبرديات كانت بتخرج على إيد كتبة رسميين اللي بياخدوا بلاغات من الحرس والدوريات العسكرية، بعدين يبعتوها للقصر الملكي، وهناك بيستلمها شخص رفيع المستوى، يقال إن الوزير أو شخصية مهمة من رجالة الملك. لكن ده مش واضح، لأن اسم المستلم في البرديات مش مذكور. في باحثين بيقولوا إن ده سببه تلف طبيعي في البردية، لكن في رأي تاني بيقول إن اسم المستلم اتشال بشكل متعمد حفاظاً على السرية، عشان لو البردية وقعت في إيد حد غريب. يا لئيم انت يا لئيم، مش كده؟ وكان في بعض البرديات بتتنسخ وتتوزع على الحصون التانية كأنها نشرة أمنية مشتركة. كل ده بقى يقول لنا إن تبادل المعلومات كان بيحصل بشكل دوري ومنظم ودقة شديدة عن طريق شبكة كاملة متعاونة. وده بيخلي برديات سمنة أول أرشيف أمني منظم في التاريخ.